السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد لكل واحد كيسمعنا دابا. قبل ما نهبطوا لجهنم ونبداو هاد المجزرة، وقبل ما تسمعوا النهاية اللي غتصدمكم، بغيت كل واحد فيكم كيسمعني دابا يتأكد باللي راه محصل راسو. كيفاش؟ هبط دابا، خبط داك الزر ديال الاشتراك. الا كنتي جديد معنا في العائلة، فعل الجرس باش ديما تكون انت الاول اللي كيعيش في هاد العوالم. متنساش تفرقع داك الزر ديال اللايك باش الفيديو يوصل لعشاق الرعب في كل قنج. باش دعموا هاد المجهود اللي كياخد مني صغير باش يوصلكم بهاد الجودة. كلشي واجد. تفضلوا، ركب الكيج يلا نهبطوا لعالم السفلي. كيقولوا الطريق لجهنم فروشة بالنوايا الحسنة، وانا طريقتي فرشات بالدم، بالاطراف المقطوعة، بالذكريات اللي تحرقات في حمام الغول. شحال داز ديال الوقت ملي خرجت من داك الحمام في مراكش؟ سيمانة، شهر، ولا قرن؟ الزمان مبقاش عنده معنى عندي. انا حمزة كنت شمكاه، كنت كنقلب غير على طرف الخبز، كنت في الناس. اليوم انا هو الجلاد في يدي اليسرية، راكب يد الزقوم ملعونة اللي ولات جزء مني كشر من لحمي ودمي. وفي قلبي كاينة ايمان، الساحرة اللي نصها جن نصها انسان، اللي ما عرفتش واش هي لعنتي ولا خلاصي. حلينا جوج بيبان، باب المرايف اللي في الفيلا، باب الشمر الحمام. وعرفنا الحقيقة المرة، جدي المداني ما كانش قديس، كان بغى يولي ملك السابع. وانا هو الوريد ديال داك الطموح المجنون. اليوم ما بقاتش قضية الدفاع عن النفس. اليوم ولا هجوم. اليوم غادي نفتحوا الباب الثالث والاخير في الدنيا. من وراه غادي نجمعوا جيش، غادي نهبطوا لعندهم العالم السفلي، لعرش الملوك الباقين. هادي ماشي قصة كتقرا قبل الناس، هادي قصة ديال كيفاش انسان كيبيع روحو باش يشري العرش ديال الشياطين. خرجنا من حمام الغول والصباح كان يلا كيتنفس في مراكش. لا هو كان بارد، ولكن انا كنت كنحس بصدري كيطيب. ريحة اللحم مشوي ديال بوشعيب بقى لاصقه ليا في نيفي، والماء ديالو بقى معمر الضفار ديالي وديال يدي الخشبية. جلسنا في واحد القهوة شعبية في ساحة جمال فنا. الساحة كانت خاوية، غير شي قطوط كيقلبوا في الزبل، وواحد شيباني كان كيشطف في الارض. حطيت كتاب الجماجم فوق الطبلة. إيمان كانت جالسة منفصلية كتشوف كاس اشي اللي برد، وجهها كان شاحب، وشحت عينيها كحولية ديال التعب. يدي الخشبية، يد الزقوم كانت ساكتة، شرب الدم المارد، تشهد ناس، ولكن النبض ديالها كان كيذكرني باللي هاد الهدوء ما هو إلا استراحة محارب. حليت الكتاب، الصفحات مرة أخرى بداو كيتقلبوا بوحدهم، علي شي ريحة خفيفة كتلعب بيها. وقفوا
وقفوا مرة أخرى في صفحة بيضاء وما فيها والو. فجأة قطرة ديال الدم طاحت من يدي الخشبية على الورقة. الدم بدا كيتسرح، كرسم خطوط، جبال، وديان. رسم خريطة، وفي الجهة ديال الخريطة تكتبات جملة بخط الكوفي القديم: الباب الثالث، قصر السراب، حيث لا ينفع السيف ولا ترحم الذاكرة، والضرع قبلة الجحيم. في تلك اللحظة إيمان هزت عينيها، اللي كانوا قاصحين. والضرع، الصحراء، تما فين كيتلاقى الرمل مع العالم السفلي. تما فين كاين باب الآخر لعلو يا حمزة. ديك اللحظة سديت الكتاب وخليت الفلوس فوق الطبلة. قلت لها يلا ما عندنا ما نديرو بالراحة، الملوك لتحت راهم كيتسناو. في ديك اللحظة شدينا الطريق للجنوب، ركبنا في قاع قديم كيتخرشش لدرجة أنه ولا كينهج في طلعة تيشكا. الجبال ديال الأطلس كانت كتبان بحال شي وحش ناعس مغطي بالضباب. كل ما كنا كنهبطو لتحت الجهات ورزازات وزاكورة، كل ما الجو كان كينشف والحرارة كترتفع. وخا حنا في فصل الشتاء، الطرق كانت طويلة، الصمت بيني وبين إيمان كان أطول. كنت كنشوفها من الجنب هاد المخلوقة اللي نصها يجن ونصها إنس. شحال من مرة عشقاتني، شحال من مرة شكيت فيها في الحمام. وشايب حاول يزرع الشك في قلبي، ولكن واش إيمان معها الأمان بصح. في ديك اللحظة سمعت فاش كتفكر سولاتني وبلا ما تدور عندي. كنفكر في الباب الثالث، كذبت عليها. في ديك اللحظة ضحكات ضحكة خفيفة فيها مرارة، وقالت لي الباب الثالث يا حمزة كيتسمى باب الخيانة. الجنو اللي كيحرسوه ما كيهاجموش على الجسد، كيهاجموا على العقل. كياخدو احس حاجة عندك واكثر حاجة كتخاف منها، كيحطوها قدامك في المراية. وصلنا لمحامية الغزلان مع الغروب. من تما كان خصنا نكملو على رجلينا. الصحراء بالليل ماشي هي الصحراء بالنهار. بالليل الرملة كتولي بحال شي بحر كحل، والريح كيولي غني بواحد الصوت كيشبه اللبكة ديال العيالات. تمشينا لساعات وساعات. يدي الخشبية كانت هي البوصلة. كل ما قربنا كل ما كانت كتسخن، كانت كتولي تقل حتى بانت لينا قصبة مهجورة، نصها مدفون في الرملة، نصها الآخر كيشق السما بحال شي ناب ديال الغول. قصر كان سميتو قصر السراب. وقفنا قدام باب القصبة. الباب ديالها ما كانش ديال الخشب ولا ديال الحديد، كان باب ديال الزاج كحل بحال المراية، ولكن ما كيعكسش النجوم اللي في السما، كيعكس غير الظلام. في ديك اللحظة إيمان وقفات من ورايا بمسافة، قالت لي هنا كيوقف الجهد ديالي حمزة. هاد الباب
هاد الباب ما كيتحلش بالتعاويد ديالي، كيتحل بالروح ديالك انت. الا دخلتي للوهم وتيقتيه غتبقى محبوس لداخل للابد، الجسد ديالك غيولي شي مثال ديال الرمل هنا برا. بديك اللحظة بلا طريقي حطيت يدي صحيحة على زاج الكحل اللي كان بارد بحال الثلج. بمجرد ما نقصتو حسيت بجرة قوية، بحال الا شي حبل تلوى على روحي وجرني لداخل. الرؤية الضباج. الدنيا كحالت. ملي حليت عينيا ما لقيت راسي في الصحراء، لقيت راسي في الدار ديالي، الدار القديمة فين كبرت في كازا. ريحة ديال الطياب ديال الوالدة، تلفازة شاعلة على مسلسل قديم. كلشي كان حقيقي لدرجة كتقهر. سمعت الخطوات في الدروج، الباب تحل، دخلات الوالدة الله يرحمها. كانت لابسة نفس الجلابية اللي مشيت بها. شافت فيها وضحكات. حمزة وليدي جيتي بكري اليوم. قلبي بغى يخرج من بلاصتو. عينيا دمو. بغيت نمشي نعنقها، بغيت ننسى الشياطين، ننسى ايمان، ننسى اليد الخشبية. ولكن حسيت بيدي اللي سرية كتحرقني. بديك اللحظة هبطت عيني كنشوف في يدي، لقيتها ولات يد عادية، يد ديال اللحم والدم. لا همست راسي، هادشي ماشي حقيقي. لا حمزة، هذا فخ فيق. بديك اللحظة الوالدة قربت مني، وجهها مرة أخرى بدا كيتبدل، عينيها ولاو كحلين، الابتسامة ديالها جبدات لودنيها. بقى معايا ولدي حمزة. نعسو كاملين في التراب، ارتاح من هادشي، ارتاح من الحرب. مدات يديها باش تخنقني، رجعت اللور. هذيك ماشي امي، هذا شيطان الذاكرة. بعدي مني الملعونة. غوت بجهدي كامل. بديك اللحظة هذاك الوهم بدا كيتشقق، الدار تبدلات ورجعت قاعة كحلة خاوية، ومراية كبيرة قدامي. في المراية كنشوفش راسي، كنشوف القارين ديالي، نسخة مني ولكن بعينين حمرين. ابتسامة شريرة، وهز في يدو خنجر كيقطر بالدم. في الخلفية ديال المراية شفت إيمان مقتولة مرمية في الأرض. قارين هدر وصوتو كان بحال السم كيدخل لودني. شوف الحقيقة حمزة، الساحرة غتخونك، الساحرة غتبيعك للملوك. قتلتها باش نحميك. انت باغا تولي ملك. الملوك ما كيتيقوا في حد. الشك بدا كياكلني عاوتاني. واش هذه هي الحقيقة؟ لا، واش ايمان كتستغلني؟ واش ايمان كتستغلني؟ يدها الخشبية اللي رجعت دابا لطبيعتها جبدات لجهة المراية. بغيتني نهرس نعانق القارين ديالي. بغيتني نتقبل الشر اللي فيا، ولكن تفكرت التضحية ديال ايمان. تفكرت كيفاش وقفات
وقفت معايا في الحمام، تفكرت عينيها وهي كتقول لي منبودين منبودين حمزة كيفهموا بعض يهجم. انا ماشي جدي المداني، غوت. انا ما غاديش نضحي، باللي بقاو معايا باش نولي ملك. انا الجلاد، انا الجلاد اللي غيطهر هاد الارض. جمعت كاع القوه اللي عندي في يدي الخشبيه. طلاسم فيها شعلاج بواحد الضو زرق ساطع كامل عينين. ضربت المرايه بجهة الكواكب. طراخ، صوت ديال الزاج ملي تهرس بحال الا السما طاحت الارض. قارين غوشه ديال العذاب. تلاشى بحال الدخان. طحت على ركابية كنهش. قاع الكحلة غبرات. لقيت راسي راجع للصحراء، واقف قدام إيمان. الزاج ديال الباب الكحل كانت متفتشة في الرملة. من وسط داك الزاج هزيت كاع المفتاح الثالث. كان عبارة على جمجمة صغيرة ديال طير منقوشة بالذهب. فديك اللحظة إيمان جات كتجري، طاحت على ركابيها وعنقاتني. أول مرة كنعنقو بعضياتنا. حسيت بقلبها، كان كيضرب بشي قوة، وقالت لي كنت خايفة عليك تضيع لداخل. وانا نقول لها انا معاك ايمان. دابا عندنا 3 السوارج. جا الوقت باش نجمعو جيش. الملوك اللي لتحت عندهم جيوش من الشياطين المريدة باش ننزلو للعالم السفلي ندخلو للقلعة الكحلة. كان خصنا جيش، وجيشنا ما غاديش نلقاوه في ديور الناس. غلقوه في المنافي ديال الارض. سافرنا لأعلى نقطة في المغرب، قمة جبل توبقال. تما فين الهوا كيولي رقيق، وفين الحد بين العالم الانس والعالم الجن كيولي رقيق حتى هو. وصلنا للقمة في ليلة كان فيها القمر غايب. البرد كان كيقطع اللحم، اولا كيف ما كنسميوه الزمهرير. بديك اللحظة إيمان واقفة في وسط الثلج، وجبدات خنجر من الفضة. جرحات يديها، بدات كترسم دوائر ورموز قديمة في الأرض. الدم ديالها كان كيدوب تلج وكيطلق دخان كحل. حمزة جا دورك، حط يدك الخشبية في وسط الدائرة وعيط ليهم. عيط للمنبودين، عيط للجنون اللي رفضوا العبودية وتنفاو للجبال. في ديك اللحظة تشكيت وسط الدائرة، حطيت يد السقومة على الدم ديال إيمان. حسيت بالجبل، الجبل كامل كيترعد. هزيت راسي للسما الكحلة وجمعت كل غضب، كل حقد، كل قوة عطاتها ليا التجربة. طلقت واحد الصرخة مججلة خلات الرعد يضرب في السما. يا أرواح الجبال، يا منبودي العوالم، اجتمعوا فظلام الملوك السبع آتوكم. الجلاد يناديكم. الأبواب فتحت، واللي بغى الثأر، اللي بغى الدم يبان دابا. الدنيا ظلامت كتر، ومن وسط العاصفة الثلجية بداو كيبانو خيالات.
بنو الغيلان، العمالقة ديال الأطلس، مخلوقات طولها 3 متر، جلدها جلدها بحال الحجر قاصح، عينيها كانوا كيشعلوا بالصفر. بانوا أرواح الرياح، مرض الطيارة أولا الجن الطيار، كيتحركوا بحال الزوابع الكحلة من وسطهم كاملين. شفت الطريق واحد السيدة لابسة كفن بيض كيطير مع الريح، رجليها كانوا حوافر، ولكن وجهها كان ديال الملكة قوية ما فيهاش غرام ديال الخوف. عايشة قديشة، الحقيقة ملكة المنبوذين. وقفات قدام، شافت في يدي الخشبية، شافت في إيمان، قالت بصوت كيرجف الجبل: 100 عام، 100 عام وحنا حنا محبوسين في هاد الجبل البارد. قلت المداني: ملوك السبعة دلونا، حتى رفضنا نركعوا ليهم. يوم جينا نركعوا لك انت باش تقودنا العرشم ونشربوا من دمهم. ديك اللحظة الغيلان كاملين ضربوا صدرهم دقة واحدة. وقفت، شفتو إيمان، شفتو الجيش ديال الكوابيس. وقفت تحت الإمرة ديالي، أنا حمزة الشمكار. دابا وليت جينيرال ديال جهنم، هزيت السوارج بثلاجة. طريق العالم السفلي كيبدا دابا. في ديك اللحظة الجيش كامل تجمع، غيلان، أرواح، ريح، قنديشة وجنودها هبطنا من قمة تبقال، قاصدين أعمق غار في جبال الأطلس. غار سميتو غار إيفري. واضو كهف الرياح، ظلام الداخل كان كيوازنو قنطار، والريح كانت كتقطع النفس. كانت ريحة ديال الكبريت، تم يابس اللي تقريبا عنده قرون. وقفنا قدام حفرة كبيرة ما عندهاش قاع. جبت السوارج بثلاجة، سروت الفيلا، زاج المهرس، سروت الحمام، العظام المحروقة، ساروت الصحراء، جمجمة الطير الذهبية. رميت في ديك الحفرة كحلة. في ديك اللحظة سمع صوت زلزال عنيف كيهز الأرض. الصخور كطيح، الأرض تشقات. واحد الضوء بنفسجي مريض بدا كيطلع من التحت. من وسط داك الضوء بداو كيطلعوا دروج مصوبين من عظام ضخمة، ملحومين بعضياتهم بواحد مادة كحلة كتلصق. طريق الجهنم تحلات. قالت إيمان، عينيها كيعكسوا داك الضوء البنفسجي. هبطنا، كل درجة كنحط عليها رجلي كنسمع بحال شي تنهيدة ديال العالم. ملي وصلنا للقاع، منظر كان كيفوش أي كابوس يقدر يتخيلو بنادم. عالم السفلي فيه الشمس وفيش قمر. السما عبارة عن غيوم حمرا ثقيلة، مرة كترمش فيها العيون العملاقة. كانت كتشوف فينا. الأرض
الأرض هي الأخرى ما كانتش تشرى، كانت بحال اللحم، لحم حي كتحط رجلك وكتحس بيها كتهبط باش تطلع، كتحس بالأرض كدير شهيق وزفير. يعني الأرض الأرض كتنفس في الآفاق وسط الواد ديال الزئبق، زئبق الكحل اللي كيغلي كتبان القلعة، القلعة السوداء، مقر مقر ديال الملوك اللي بقاو. القلعة ما كانتش خاوية، الملوك كانوا عارفين باللي جايين. الأرض اللي قدام القلعة كانت حمرة بالشياطين الحمر مجنحين، الشياطين بقرون طوال وحرس ضخام هازين فواز ديال الحديد سخون. الجيش اللي أول ليه ولا آخر. شفت إيمان، شفت فيا وزات يديها بجوج تعاويد بداو كيوجدو فما وعينيها ولاو كحلين كامل. شو جايشي الغيلان كيحكو سنانهم، والمرادة كيدورو بحال العواصف. زيت يدي الخشبية يتسقهم للسما، العروق ديولها شالو بواحد الضو احمر كيحرق العينين. غوت بالجاد، ما كاينش أسرى اليوم، حرقوا ليهم جدهم. هجوم، كان طوفان ديال الدم، الغيلان دخلات في صفوف الشياطين بحال الطراكس، كيشدو الشياطين من جناحهم كيقسموهم على جوج. قنديشة كتعرف كل الأرض كدوز حتى الأعداء، كتخلي من الماضي بيض غير بالنظرة ديالها. إيمان كتكثر من السواعق اللي كانت كحلة من يديها، كل صاعقة كتضرب كتفرقع عشرات الشياطين في دقة واحدة. وأنا ما بقيتش داك الشمكار الخواف، كنت في مقدمة الجيش، يدي الخشبية كتتحرك بوحدها بأوامر ديالي. في نفس الوقت أي شيطان كيقرب مني كنضربو اليد ما كانتش غير كتجرح، كانت كتمص الروح ديالو، كنحس بالطاقة ديالهم كتدخل الجسد ديالي. كل ما قشيت كتر، كل ما كبرت قوتي. الدرع ديال الخشب بدا كيتمدد من يدي، كيغطي صدري، كيحميني من الضربات. كنا بحال شي منجل كيحصد الأخضر واليابس. شقينا الطريق وسط الآلاف حتى وصلنا لواحد الباب، باب حديدي كان ضخم ديال القلعة. ضربت الباب بيدي في ديك اللحظة، بيد الخشبية، تهرس على جوج. دخلت أنا وإيمان، خلينا الجيش كامل متزارة برا. قاعة ديال العرش كانت مهولة مظلمة، والحيطان ديولها مزوقين بوجوه ديال الناس كيبكاو في الصمت. في الصدر ديال القاعة كان 4 ديال الكراسي كبار، ثلاثة منهم خاوين، والرابع اللي في الوسط كان جالس فيه الملك الأخير. ما كانش وحش ضخم، ما كانش كينفخ العافية، كان راجل طويل بزاف، رقيق بحال الهود، ولابس كفن بيض ناصع. ما كانش عنده فم، بلاصة الفم كان غير جلد مسطح. هذا هو الملك، ملك الصمت. اختاروهم واقدموه بمجرد ما وقف. الصمت تام،
كلشي سكت. الصوت خشاف من العالم. بغيت نغوت الإيمان، ما خرج حتى شي صوت. شفت في إيمان طاحت على ركابها، شد في قرجوتها. السحر ديالها كيحتاج الكلمات، تعاود باش يخدم. بلا صوت ولات إنسانة اللي ضعيفة. حتى دقات ديال قلبي مبقاش كنسمع. مالك الصمت تمشى لجهتنا، كان كيطفو فوق الأرض. هز يدو وحسيت بواحد القوة خفية خنقاتني، هزتني للفوق ولصقاتني مع الحيط. جيتي بغات تاخد العرشة ولد المداني. السلالة ديالكم ديما فيها الصداع، انا غنحيدنيك من هاد الصداع. غنردك للعدم. بديك اللحظة اليد الخشبية ديال بشايب بدات هي كطفى. الضوء الأحمر اللي فيها بدا كيبهاج. السكات كان كيمتص الحياة. كنت كنتخنق. إيمان كانت كتموت قدام عيني. كنقلب على الهوا وجهها زراق. واش هادي هي النهاية؟ واش ضربت التمارة كاملة باش نموت في الصمت بحال شي حشرة؟ شفت في داك الملك اللي ما عندوش فم، شفت في العشرفة ديالو. لا لا ميمكنش، انا ما غاديش نموت ساكت. تفكرت الحقرة في الدروب ديال كازا، تفكرت الجوع، تفكرت يدي اللي تقطعات، تفكرت بوشعيب، تفكرت قصر السراب. كل قطرة الدم سالت مني، جمعت داك الغضب كامل. كل ذكرى خايب، كل وجع حولته لطاقة. ديك الطاقة دازت من قلبي لكشافي ووصلت ليد السقوم. خشب الكحل بدا كيطرطق، طرق. أصوات خفيفة بدات كترجع. نقوش لي في اليد ما شعلاتش بالحمر هاد المرة، شعلات بواحد الضوء أزرق ساطع بحال البرق. هداك ما كانش السحر، هداك كانت الروح ديالي. غمضت عينيا، فتحت فمي بجهدي كامل. قررت نخرج صوت من العدم، من عمق الروح ديالي. طلقت صرخة معمر العالم السفلي سمع بحالها. انا الجلاد. صرخة ديالي هرزات السكوات. موجة ديال الصوت ضربات ملك الصمت. الكفن ديالو تشرك، وجهو تفرقع، وبانو فيه آلاف فم صغار كيغوتو في نفس الوقت تحت الأرض. ولكن ما تسنيش، نقصت من بلاصتي بحال النمر، ويدي الخشبية اللي كتشعل بالزرق تحولات المخالب عملاقة. غرست ديريكت في الصدر ديال الملك الصمت. كولي على الملعونة. ديك اللحظة اليد بدات كتمص الجوهر ديالو. الملك بدا غوات كيصم آدم. الجسم ديالو بدا كيولي بحال الرماد، كيتفتت بين صباعاني الخشبيين. حتى غبر في مرة طاح الكفن ديالو خاوي في الأرض. الملك مات، العالم السفلي تزلزل. الجيش اللي برا ملي حس بالملك الأخير مات، رمى السلاح وركع على الأرض. الدم والزئبق كانوا مخلطين في الأرض. قلعة رجعت لداك السكات، ولكن هاد المرة سكات ديال الاحترام، ماشي سكات ديال السحر. وقفت وسط قاعة، عرش كناش دراع الخشبي. رجعت خبى في يدي اليسرية. إيمان وقفات بصعوبة تمسح الدم من فمها. شافش فيا وشافش في العرش الخاوي اللي قدامنا. عرش
عرش مصنوع من جماجم ملوك قدام. درتيها، درتيها حمزة. هرستي سلالتي من الأبد. دابا انت حر، تقدر ترجع لعالم البشر وتعيش حياتك. وديك اللحظة شفت داك الوجه اللي رافقني في هاد الجحيم. رجعت شفت في يدي الخشبية ذكريات المعارك كاملة. نرجع لعالم البشر. ضحكت بواحد الصوت باللي براسي غريب ليا، صوت عميق فيه بحة ديال الملوك. شنو غندير تما؟ رجعت مكار في درب السلطان. نرجع نعيش مع ناس كيخافوا من خيالهم. لا، لا ايمان، لا. البشر عندهم عالم، وانا عاد باش لقيت عالمي. ديك اللحظة تمشيت لجهة العرش، حطيت يدي الخشبية على الجماجم اللي فيه. طرت عند ايمان ومديت ليه يدي صحيحة. هاد العرش كبير عليا بوحدي، مكاينش شي حد في هاد الوجود، لا انس لا جن كيستاهل يجلس حدايا غيرك. ايمان صدمات، عينيها العسليين دمعو، ولكن ابتسمت ابتسامة ديال الفخر. قربات مني وحطات يديها في يدي. مجبناش عدول، ما درناش عرس في الصالة. زيت الخنجر ديالي وجرحت كفها. زدينا يدينا المجروحين وخلينا دمنا يتخلط ويقطر على عرش ديال الجماجم. هكا كنا. أولى هذا هو زواجنا، ميثاق الدم الرماد. الزواج أبدي بين إنسان وساحرة باش نحكموا عالم ديال الشياطين. أنا سميتي حمزة. جدي كان باغي هاد العرش وباع روحو، ما وصلش ليه. أنا ما باش روحي، أنا رديت روحي الأقوى من أرواحهم. دابا أنا هو الحاكم ديال العالم السفلي. أنا هو الخط أحمر ما يقدر يفوتو حتى شيطان. العالم ديالكم إلا كنتو كتعيشوا في سلام الفوق، راحت الجلاد أس عليكم لتحت. ولكن ردوا بالكم، حيت إلا شي نهار البشر تقاو كشر من القياس، يقدر الجلاد يحل بيبان ويطلع يصفي الحساب. هكا الخوت نكونوا وين الصفحة ديال قصة حمزة ود المداني، الجلاد اللي بدا شمكار في الدروبة ديال كازا وسالة ملك على عرش السفلي. رحلة طويلة عشناها مجموعين في 3 ديال لي بارشي. بكينا فيها، تخلعنا، ولكن قبل ما نسدو هاد الباب في مرة اجي نوقفو وقفة ديال التأمل. هاد القصة ماشي غير رعب واكشن شياطين، هادي قصة عامرة بعبر ورسائل مخبية بين سطور. العبرة الأولى، شفنا كيفاش الجد المداني بغى يطغى ويحكم وباع روحو للسحر والظلام، والنتيجة كانت لعنة خالصو ثمنها أجيال اللي من بعدو. الطريق ديال الشر ديما كترجع بالخراب على ماليها. والعبرة الثانية، حربك مع راسك. أكبر وحش واجهو حمزة مكانش مول الجلابية ولا ملك الصمت. أكبر وحش كان هو الخوف والشك اللي دخل ديالو باش واجه القارين ديالو في باب المراية. طبعا هنا ملي كتصالح مع راسك مع العيوب ديالك، حتى شي قوة ما كتقدر تهرسك. والعبرة الثالثة، القوة ديال دوك المنبوذين
عليها فاش حمزة وإيمان والجيش ديالهم كامل كانوا مقموعين منبودين، ولكن ملي تجاهدوا قدروا يريبوا عرش ديال الملوك، طغاو القرون. القوة الحقيقية ما كتجيش من الفلوس ولا من السلطة، كتجي من الإرادة، الجهاد. إلا عجباتكم هاد الملحمة وتستيل ديال الروايات اللي كيديكم لعوالم أخرى، راه القناة ديالنا بقى عامرة روايات وقصص اللي غتنسيكم في العالم الواقعي وتخليكم تعيشوا الرعب والغموض على أصوله. عندنا قصص ديال الجن، الأساطير المغربية، الغموض اللي كيحبس الأنفاس. باش نكبروا هاد العائلة ونكملوا في هاد الإبداع، محتاجين الدعم ديالكم. خبطوا داك الزر ديال الاشتراك، سبسكرايب، ابوني. الا باقي مدرتوش فعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وتكونوا نتوما الاولين اللي كيحلوا البيبان ديال الرعب. خلوا لينا لايك باش الفيديو يوصل لعشاق القصص في كل بلاصه. والاهم من هادشي كامل، هبطوا دابا التعاليق بغيتكم تنتقدوا معايا الروايه. شنو رايكم في النهايه؟ واش حمزه دار القرار الصحيح ملي اختار يحكم العالم السفلي؟ شكون هي اكثر شخصيه اثرت فيكم؟ واش بغيتوا روايات اخرى بحال هاد الستيل؟ التعليق ديالكم هي اللي كتوجه القناه وانا كنقراها كامله واحد بواحد. تهلاو لينا في راسكم، ردوا البال لشنو كيتخبى في الظلام، ونتشافوا في القصه الجايه. سلام الله عليكم.